عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهاردة اقول لكم ازاي عملت السفرة الجميلة دي. هنعمل مع بعض اكلات كتيرة جدا، انواع اسماك كتيرة ومختلفة. وعايزة اقول لكم ان دي كانت عزومة، والعزومة دي كانت من كذا شهر، يعني مش من قريب، كانت من فترة طويلة وانا نسيت انزلها خالص. فبمناسبة ان رأس السنة ناس كتير جدا بتحب تاكل سمك فيه، حبيت انزل لكم الفيديو ده بما اني افتكرته يعني. فحبيت انزل لكم الوصفات دي علشان كلنا نستفاد بمناسبة رأس السنة والناس اللي بتحب أكل السمك في رأس السنة. اسمعي لي كده صوت القرمشة بتاعة السمك. تعالي النهاردة بقى هقولك ازاي تعمليه مقرمش كده ومش شارب نقطة زيت خالص. يلا بينا نبتدي. اول تتبيله معايا وهتبل بيها نوعين من السمك. معايا فلفل اخضر، فلفل الوان، فلفل رومي، وكمان معايا فلفل سخن، فلفل حراق يعني، فلفل شطه. ومعايا كمان حبه حلوين كده راسين توم متقشرين. ومعايا التوابل، معايا ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كزبره وكمون. كمون مهم جدا لتتبيله السمك. ومعلقه صغيره كده من البابريكا. وكمان معايا خضرة، لو ما فيش خضرة فريش يبقى تحطي خضرة مجففة زي ما انا عملت، ما كانش متاح عندي فريش، حطيت بقدونس مجفف. ومعايا عصير ليمون وخل وبهارات سمك الباكت اللي بيبقى جاهز ده. تعالي هنحط كل ده في الكبة بتاعتنا، وهراجع معاكم كده في السريع اللي هنحطه. يبقى هنحط معانا كل الفلفل اللي معانا، فلفل رومي اخضر، فلفل رومي احمر واصفر، ولو في برتقاني المتاح عندك ممكن تعملي التتبيله باخضر بس مفيش مشكله خالص. وكمان هنحط معانا فلفل شطه او فلفل حراق، وراسين توم كده محترمين. انا عامله الكميه كبيره علشان هتبل نوعين من السمك. هتبل معايا 6 سمكات السمك المكاريل اللي هنشويه، وكمان هتبل معايا السمك البلطي. فالكمية كبيرة يعني، فلازم اكتر الكمية بتاعتي اللي هستخدمها. والتوابل زي ما قلتها لكم في الاول، وهي ملح وفلفل اسود وتوم باودر، بصل باودر، كزبرة وكمون وبابريكا. والخضرة المتوفرة عندك بقدونس مجفف انا حطيت، بهارات السمك، وعصير ليمون، ليمونتين كبار كده، وكمان خل. وفرمتهم في الكبة كويس جدا وبقوا بالشكل ده. هاخد بقى 3 معالق ونص كده كبار على جنب، هقول لكم هنعمل بيها ايه خلال الفيديو. 3 معالق ونص كده كبار وهشيلهم على جنب. بالتتبيله بتاعتنا بقى هنتبل نوعين من السمك زي ما قلت لكم. هنتبل السمك البلطي في الاول، والسمك بتاعي كله مغسول ومتنضف ومفتوح ومتشال اللي جواه كله، ومتنضف كويس جدا ومغسول كويس جدا ومتصفي كمان. هنا بقى بتبل السمك بتاعي زي ما انت شايفه كده، بتبل القلب من جوه، وكمان بحط تتبيله عليه من بره زي ما انت شايفه معايا بالشكل ده. وبتتبلي السمك بتاعك وبتسيبيه في التتبيله شويه. كل ما تسيبي الحاجه في التتبيله هتديكي طعم ألذ واطعم. انا سبت السمك بتاعي في التتبيله حوالي ساعتين تقريبا، ورجعت له بعد ساعتين. المهم بعد ما تبلت السمك البلطي رجعت تبلت السمك المكريل. وهقول زي ما بقول كل مره، السمك اللي بيتشوي في ناس بتشويه وهو مقفول مش متنضف من جوه، وفي ناس بتحب تفتحه وتنضفه وتشويه وهو متنضف. انا من المدرسه دي، انضف السمك وبعدين اشويه. المهم بقى التتبيله التانية معايا البهارات، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كزبرة وكمون وبابريكا، وكمان معلقة كبيرة من بهارات السمك. حطيت عليهم عصير ليمون وخل، نفس البهارات بالظبط ونفس التوابل اللي بحطها في كل انواع السمك. تمام كده. بس هنا ما بحطش بقى ولا فلفل ولا توم ولا الكلام ده، بستكفى بالتوم الباودر اللي حطيته، وما بحطش توم مفروم. بقلبهم مع بعض كويس جدا. وهجيب بقى السمك الفيليه بتاعي. انا السمكة بتبقى عريضة فقطعتها من النص علشان تبقى صوابع زي ما انت شايفة كده. وهقلبهم بقى في التتبيلة كويس جدا، وبرضو هسيبهم في التتبيلة شوية. كل السمك اللي بتبله هسيبه في التتبيلة حوالي ساعتين، وبعدين هرجع اشتغل فيه. تمام كده. بقلبهم كويس جدا علشان التتبيله توصل لكل السمك بتاعي. لو عندك طولة بال بقى امسكي واحده واحده وتبليها كويس، بس انا يعني الكميه كانت كبيره شويه فمش همسك واحده واحده، فعملتهم كلهم مع بعض بالشكل ده. التتبيله رقم 3 وهي معايا
3-4 معالق كبار من الدقيق، حطيت عليهم نفس التوابل، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كزبره وكمون وبابريكا وبهارات سمك اللي هي الباكت اللي حطيته في الاخر. وهزود معايا ميه بالتدريج، هقلبهم طبعا الاول مع بعض وبعدين بزود ميه بالتدريج وبضربهم كده او بخففهم كده بالميه لحد ما نوصل للقوام اللي هوريهولك دلوقتي. وانتي بتزودي الميه حطي الليمون والخل علشان طبعا هيخففوا معانا الخليط، فما يكونش الخليط خفيف قوي وبعدين نزود ليمون وخل فيخف معانا اكتر. لا، احطي الليمون والخل كده في النص وبعدين لو احتاجتي ميه كمان تقدري تزودي ميه. تمام كده. اعتقد التتبيله سهله وبسيطه جدا. التتبيله دي بتاعه الشريمب او بتاعه الجمبري. بصي القوام بتاعها عامل ازاي. هحط بقى الشريمب بتاعي برضو مغسول ومتنضف كويس جدا. الناس اللي بتجيب الشريمب بيكون مقفول او بيكون مش متنضف، انت بتشيلي منه من ورا الكيس الرمل وكمان بتشيلي الراس وبعدين بتقلبيه بعد ما بيتغسل كويس جدا طبعا، بتقلبيه في التتبيله اللي عملناها مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنضف البوله بتاعتي واغطي بقى كل السمك بتاعي واسيبه في التتبيله ساعتين. بعد ما الساعتين عدوا تعالوا نرجع لاول حاجه هنعملها معانا وهي السمك المكاريل اللي هنشويه. وهقول لكم ترتيب الخطوات اللي انا عملتها في التسويه. حطيت اول حاجه معايا السمك المشوي ده هحطه في الشوايه، وتقدري كمان تسويه في الفرن على فكره مفيش اي مشكله خالص، يعني ممكن تشويه في الفرن. بتحطي صينيه كده تحت الشبكه، يعني الشبكه بتاعه الفرن بتحطي تحتها صينيه وبتحطي السمك بتاعك على الشبكه من فوق. وممكن كمان تشويه جوه الصينيه، يعني ممكن تحطي الصينيه او الصاج وتشويه على الصينيه مفيش مشكله، يعني الحالتين ينفعوا. بس انا بحب احطه في الشوايه بره البيت علشان الدخانه وبيعمل ريحه في البيت، فبحب اشويه بره البيت. بتحطيه في الرده زي ما شفتي معايا كده، بغلفه بالرده كويس جدا وبعدين بحطه في الشوايه. وبعد ما بياخد لون بقلبه الناحيه التانية وبياخد لون من فوق ومن تحت، بيكون استوى بالشكل ده. وتعالوا نخرجه مع بعض. السمك المشوي بخرجه على ايه؟ بخرجه على الدقه بتاعته. الدقه دي معايا هنا كوبايتين من الميه، هزود عليهم معلقتين كبار من التتبيله اللي شلتها معايا في الاول خالص اللي كانت في الكبه، وبقلبهم في الميه بالشكل ده. بتطلعي السمك بتاعك من الشوايه او من الفرن، بتنزلي بيه مباشره على الدقه بتاعتك، بينزل بيعمل تش كده، بياخد من الطعم بتاع الدقه كمان، وكمان بيبقى طري، يعني هو بيبقى خارج من الشوايه ناشف بس لما بتحطيه في الدقه دي بيطرى معاكي. تعالوا بقى نعمل الرز. انا حطيت هنا 3-4 معالق كبار من الزيت، وحطيت معايا بصلايه تكون مفرومه فرم ناعم زي ما انت شايفه كده، مكعبات صغيره يعني، وحطيت عليها رشه من الملح. وهتفضلي تقلبي في البصله لحد ما تاخد لون يكون محمر. يعني انا هوريكي درجات الالوان، يعني هي بتبقى فاتحه وبعدين بتصفر وبعدين بتبدا تاخد لون فاتح وبعدين بتاخد لون غامق زي ما انت شايفه هنا. في المرحله دي بنزل معايا بمعيار الميه بتاعتي بتكون سخنه من الكاتل او ميه مسخناها جنبك، وبتنزلي بمعيار الميه على الرز او على البصله بتاعتك زي ما انت شايفه كده. وبعدين بتنزلي بالتوابل. هحط ايه توابل؟ هحط معايا ملح وفلفل اسود وكمون، ورق لوري، وكمان مكعب مرقة. المرقة بتاعتي كانت مكعبات صغيرة فحطيت 2 من مكعب المرقة. ممكن تحطي 1 بس لو المكعب كبير. تمام. عايزة اقولك ان انا حطيت السمك المشوي على الشواية ورجعت عملت الرز وسويت باقي الاكل بتاعي والسمك بيتشوي بره، بس انا حبيت احط لكم طريقة السمك المشوي كاملة على بعضها علشان ما تتلخبطوش يعني وتعرفوا انا بعمل الخطوات ايه بالظبط. المهم الرز بتاعي هنا نزلت بيه على المية بالشكل ده وقلبته تقليبة وهغطيه واسيبه على نار عالية. اول ما يبدأ يتشرب زي ما انت شايفة كده بديله تقليبة وبغطي الغطا وبهدي النار على اهدى درجة حرارة عندك في البوتاجاز. سيبيه بقى براحته يستوي براحته جدا. وتعالي نرجع للسمك البلطي بتاعنا. السمك بتاعي بغلفه بالدقيق زي ما انت شايفة كده من جوه ومن بره، بتطبطبيه كده، بتطبطبي عليه كده بالدقيق زي ما انت شايفة ومن جوه ومن بره، وبعدين بتنفضيه من الدقيق. ولو لقيتي اي حتة السمكة لسه باينة الدقيق مش مغطيها يعني، فبترجعي تحطيها في الدقيق مرة كمان وتتأكدي انها متغلفة كويس جدا. الخلطة
الخطوة المهمة جدا اللي هتعمل معاكي فرق رهيب، وهي خطوة المية. بتطلعي السمك بتاعك من الدقيق بالشكل ده بعد ما بتنفضيه كويس جدا، بتنزلي بيه في المية مش بتسيبيه. مجرد ما بتنزلي بالسمكة بتاعتك في المية بتقلبيها فوق وتحت وبتطلعيها تصفيها على طول. الزيت بتاعك يكون سخن، بتاخدي السمكة من المية بعد ما تصفيها كويس جدا، بتنزلي بيها على الزيت بالشكل ده، وهتدوقي احلى سمك بلطي مقلي مقرمش كريسبي، طعمه خطير ويجنن. الرز بتاعنا كان اتشرب زي ما انت شايفه، بحب احط منديل وبعدين بغطي الحله بالشكل ده. هنرجع بقى للسمك بعد ما خد لون من الناحيه اللي تحت، بقلبه الناحيه التانية، وما تقلبيش السمك غير لما يبدا ياخد لون. ياخد لون تقلبي فيه بقى فوق وتحت بالشكل ده لحد ما ياخد لون من جميع الاتجاهات، وتطلعيه اهم حاجة على مصفى مش على مناديل مطبخ. اهم نقطة تطلعيه على مصفى. جربي الخطوات اللي بقولك عليها بالشكل ده، وصدقيني عمره ما هيطرى معاكي، وهيبقى مقرمش وطعمه احلى من المحلات كمان. جربوها يعجبكم. اسمعي الصوت بقى. سمعتي الصوت عامل ازاي؟ تعالي بقى نرجع للنوع التاني، وهو السمك الفيليه. برضو هحطه في الدقيق بالشكل ده وبدره كده بالدقيق وبضغط عليه كويس جدا. بس السمك الفيليه مش حابة احطه في المية. هتقولي لي ليه؟ هقولك السمك الفيليه لما بتحطيه في المية بترجعي تقليه في الزيت، بتحسي ان لونه بهتان كده، مش واخد اللون المحبب. وفي نفس الوقت السمك الفيليه علشان رفيع، فلما بتقليه وبتطلعيه بعدين على الشبكة او على المصفى فمش بيطرى معاكي. لكن السمك البلطي، السمكة الكاملة يعني، بتطرى معاكي علشان بيكون لحمها كبير، يعني بتكون كبيرة، بيكون حجمها كبير، فبتطرى معاكي لما بتقعد. تمام كده. واخر حاجة هسويها معايا وهي الشريمب او الجمبري. بطلعه من التتبيلة بالشكل ده وبنزل بيه برضو في الدقيق زي ما انت شايفة كده. بنزل بشوية شوية، يعني بحط حبة حلوين وبقلبهم كويس جدا، وبعدين بحطهم في المصفى، اي مصفى عندك، وقلبيهم كده، يعني انخليهم، هينزل كل الدقيق الزيادة، وتاخديهم بقى كده واحدة واحدة او اتنين وتنزليهم في الزيت زي ما انت شايفة كده. بالطريقة دي هتعملي كمية كبيرة في وقت قليل، بدل ما تعملي واحدة واحدة هيكون الطريقة دي سهلة واسرع معاكي. بتحمريهم في الزيت زي ما انت شايفة كده، واهم نقطة بتخرجيهم برضو على مصفى، وبيبقى مقرمش وجميل جدا جدا جدا. شوفي لي بقى لونه وحلاوته وجمال شكله وهو خارج كده من الزيت، يعني بيقولك تعالي كليني. خطير جدا ويجنن، مقرمش وكريسبي، وشكله وطعمه ولونه خطير جدا جدا. اسمعي الصوت بقى. وكده يكون وصفاتنا كلها خلصت، وعملت معايا الطحينة، وعملت معايا كمان السلطة بتاعتي. بعد ما عملتها حطيت عليها التتبيلة اللي شلتها في الاول خالص من الكبة. انا مش شلت 3 معالق ونص، معلقتين حطيتهم في الدقة بتاعة السمك المكاريل، وكمان معلقة ونص حطيتهم في السلطة. فعملت احلى طبق سلطة طعمه يجنن. جربوا السلطة بالتتبيلة بتاعة السمك، طعمها في حتة تانية. بالنسبة للطحينة عملتها طبعا، حطيت فيها زودتها بمية، وحطيت عليها خل وليمون، وحطيت كمان توم مفروم، وكمان كمون وملح. لو عايزين طريقة الطحينة قولولي وهعملها لكم. واتمنى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. وغرفت الرز من تحت بالشكل ده، وحطيت عليه السمك البلطي وكمان السمك الفيليه، والصواني التانية دي حطيت عليها السمك المكاريل المشوي، وحطيت حواليه الشريمب او الجمبري. وبكده نكون عملنا كل الوصفات بتاعة الاسماك بتاعتنا النهاردة بطريقة سهلة جدا وبنتيجة مضمونة وطعمها خطير جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. وما تنسوش تنزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، جروب مطبخ جينا او جينا's كيتشن جروب. واتمنى تقولوا لي ايه رأيكم في الجمال اللي انتوا شايفينه ده. وكل سنة وانتوا طيبين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. وكمان لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا، تعملوا سبسكرايب، وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل. اشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.